بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أختي الكريمة، هل يعقل أن يتحول الخيال إلى حقيقة؟ وإليك المثال: لو أنك بنيت بيتا ولم يكتمل بناؤه، فنمت من الليل فقمت صباحا وإذا بالبيت قد اكتمل. أو بمثال لأختي الكريمة، أنك تنامين في بيتك الصغير وإذا بك تفاجئين صباحا أن ذلك البيت الصغير قد تحول إلى قصر مشيد. هل لك أن تتخيل أخي الحبيب، أختي الكريمة، أنك تصلي من صغرك إلى مماتك وتحاول أن تخشع وتجاهد، ولكنك أحيانا تسرح في مباراة كرة قدم، أو تسرح بتجهيز حاجيات سفر، أو سرحت أختي الكريمة بحفلة زواج أو بمكياج، ثم تبعث يوم القيامة فإذا بعثت ينادونك من بين الناس: فلان، فلانة، صلواتكم تامة كاملة من حياتكم إلى مماتكم. وإذا بك تتقدم على الجميع. يا لله، أيعقل أن يتحول الخيال إلى حقيقة؟ إني أتذكر عثراتي، أتذكر سرحاني، أتذكر تلك الصلوات التي كنت أجاهد أن أخشع فيها، ولكن نفسي ضعفت فحدثتني بالكرة، بالوليمة، بالزواج، بالوظيفة، فسرحت وضعفت. فمن أين لي هذا؟ فإذا بك تبشر: يا فلان، لقد كنت تحافظ على النوافل مع صلواتك، فقال الله الرحيم لملائكته وأنت لا تعلم: أتموا لعبدي فريضته بتطوعه، فكتبت لك كل الصلوات تامة. أخي الحبيب، أختي الكريمة، هنيئا لمن فاز بالنوافل مع الصلوات فدخل في أقوى سباق تحت قول الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. أسأل الله أن يرفع قدر كل من نشر هذا المقطع، وأن يجعله في ميزان حسناته.